اوردر ومش اوردر، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ الاوردر بتاعي النهارده هو مش اوردر خارج لبره، ده حاجه مخصوصه انا بعملها للبيت او هعملها عندي للاولاد، وفي نفس الوقت هعملها بالاطعمه اللي هما بيحبوها، وهحشيها بقى بالطريقه اللي احنا بنحبها. طبعا بقى دي حاجه انا بعملها بالطلب اللي انا عايزاه. وبرضه الكيك اللي بيطلب مني بحشيه بنفس الطلب اللي الكلاينت عايزاه، يعني هي لو مش طالبه حشو انا مش بحشيها لها، عشان الناس اللي بتقعد تتكلم ان حشواتي قليله، حشواتي على طول صوص فراوله ونوتيلا. يا جماعه ده بيزك عندي، انا بحطها اضافيه من عندي انا. لكن لو حد عايز حاجه مخصوصه، كالعاده زي ما انتوا بتشوفوني بحط مكسرات، بحط مانجا، ده بيبقى بالطلب. وطبعا كل حاجه وليها سعرها. خلونا بقى في الكيك اللي معانا النهارده، كيك فانيليا. والحشوه بتاعتي نص فانيليا بالتوفي اللي هي مربى الحليب، ونص شوكليت عليها نوتيلا. وحطيت كمان في الطبقه الوسطانيه حطيت كده شرايح من الموز، يعني عشان ابني اللي ما بياكلش مكسرات، لان انا لو عليا هعملها كلها مكسرات، بس ابني ما بياكلش، عندي حد من الاولاد ما بياكلش مكسرات، ممنوع عليه. فبالتالي عشان احمسه يعني ان هي بتاعته حلوه برضه وفيها فواكه، ده فيها موز، انت بتحب الموز. المهم، عملنا الجزء اللي بالكريمه زي ما انتم شايفينه كده، وبحط عليه المكسرات. والجزء اللي هو الشوكليت زي ما انتم شايفين يا بنات، درجة الكاكاو بتختلف من نوعية الكاكاو للتانية، عشان برضو في بنات بتفكر لما يكون اللون الشوكليت فاتح يبقى كده انا مش حاطه كميه كاكاو باينه خالص في الشوكولاته او في الكريمه. بل بالعكس، انت ممكن تستخدمي كاكاو خام فاتح، اي نوع بقى، بس انا بفضل النوعيه اللي هي الاسباني، وتزودي في المقدار عشان توصلي للون غامق وهو فاتح اصلا. هتمرري معاكي الكريمه، فخدي بالك من النقط دي. ما ينفعش ان انت تكتري في الكاكاو، لازم انت تشوفي طعم الكاكاو في قلب الكريمه وصل معاكي بقى طعم شوكليت ولا لا. مش اكتر عشان احصل على لون غامق. انت الكاكاو اللي جايباه اصلا ايه؟ في كاكاو بيبقى خام اسباني واسود، لونه اسود فعلا يا بنات، زي ما بقول لكم كده. بتحطي حاجه بسيطه جدا تلاقي لون الكاكاو معاكي بقى غامقه، ومع ذلك ان طعم الكاكاو مش واضح قوي. فده بيرجع للون الكاكاو بتاعك، انت مستخدمه فاتح ولا غامق. طيب تاني حاجة هنا، الكيكة اللي انا بعملها دي دي كانت مقاس 14، لاني اعذروني لان الموضوع او الفيديو كان بقاله فترة كبيرة عندي وانا لسه بمنتجه، فلسه هنزله معاكم. وفي نفس الوقت الكيكة سوري القاعدة اللي معايا ديت مقاس 20، زي ما قلت لكم اي تغليف يبقى طالما انا هستخدم عندي الكرتونة مقاس 20 يبقى استخدم القاعدة مقاس 20، وهكذا. انا هنا كنت بعمل اشكال بالزجزاج، وفي الاخر ما اقتنعتش بولا شكل منهم، وحبيت ان انا ارجع اعملهم كده سادة، حسيت ان هي هتبقى اشيك. والمجسمات ديت انا كنت شغالة عليها قبلها بيوم. والكيكة كمان انا بحبها جدا، ان انا ابقى حاشيها قبلها بيوم او يومين او 3، واركنها عندي في الفريزر زي ما انتوا شايفينها متغلفة بكيس استرتش او نايلون، وادخلها عندي القالب بتاع الصينية وارجعها عندي في الفريزر. بعد كده اشتغل عليها بتبقى تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان بتبقى طعمها لفلافي كده وهشة وجميلة جدا، كأنك عاملة حاجة فريش. عايزة اقول للبنات اللي بتطلع اوردرات بتخلص الكيكة تحشيها وتعمل كل حاجتها في يوم واحد، عايزة اقولك انت مش هتعرفي تسوقي لنفسك، لان انت لما هتسوقي لنفسك بتسوقي على الطعم والجودة قبل ما بتسوقي على الشكل. فبالتالي الطعم مش هيعجب العملاء، لان التست اصلا مش واضح. انت ما خليتيش الكيكة تشرب من الكريمة ولا تتجانس مع الكريمة، ما خليتيش الطبقات بتاعتك متجانسة مع بعض، وكمان مع التقطيع هتلاقي كل طبقة في حتة. فبالتالي لازم تاخدي بالك من موضوع ان انت لازم الكيكه تتعمل في يوم واسيبها تبرد براحتها، عشان لما اجي اقطعها ما تفرولش معايا، واحشيها واحطها عندي في التبريد سواء بقى تلاجة او فريزر. بس انا بقولك انا بحب ايه وبفضل ايه. لازم تقعد عندك في التبريد على الاقل 6 ساعات، ويفضل انها تقعد 24 ساعة يفضل، يعني هتبقي انت كده عملت الصح مع نفسك. فمع ذلك بقى بالنسبة للبنات اللي بترجع تقول لي انا لما باجي اعمل التجليس او الشارب ايدج بتاع او الحواف الحادة بتاعت التورته عامة، بحس ان بيديني شكل فراغات كده من الهواء، يعني بتديني فراغات كده من الهواء في الكريمة. برجع اقولك برضو ده بيرجع ان انتي ما خرجتيش الهواء اللي انتي ضربتيه في العجان بالسباتولا بعد ما طلعتي الكريمة من العجان او المضرب بتاعك.
فده بيرجع برضو على ان انت بتتسرعي في شغلك، ومش كل حاجة يا بنات نقدر ان احنا نعملها ونخلصها في نفس الوقت ونفس اللحظة. كل ما تدي حاجة وقتها كل ما تديك نتيجة افضل واحسن بكتير. اما بالنسبه عن المجسمات، انا مش مستخدماها كلها من عجينه السكر عشان ما تبقاش تقيله عندي على الكيك. زي ما انتم شايفين الكيك احنا عاملينه بالكريمه، مش عاملينها عجينه سكر، فبالتالي عشان تبقى خفيفه معايا مستخدمه كور من الفلين داخل المجسمات. وفي نفس الوقت انا برضو منشفه عجينه السكر ببودره CMC عشان برضو تبقى ناشفه معايا. ده بالنسبة للأوردر اللي أنا عملته لنفسي. طب الأوردر اللي أنا عملته طلعته عندي شغل، انتوا بقى اللي هتشوفوا وتحكموا. زي ما انتوا شايفين كمان هنا طبقات الكيك، انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفينها، ودي الطريقة الصحيحة لتقطيع الكيك المرتفع. ولازم تعرفي العميل لو انت بتخرجي اوردرات زي ديت، لازم برضو تعرفين ان هو الطريقة دي الصحيحة لتقطيع الكيك. ممكن تبعتي له صورة تبقى موجودة عنده عشان بس ما يستصغرش الحجم اللي انت مديهوله. اما بقى الاوردر العسل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اللي انا طلعته بقى شغل، وكان كمان طالع لصديقة. زي ما انتوا شايفين كمان انا حبيت ازود هنا الشعر كده، عملتها زي الزعرورة كده كانت حلوة. وكمان حطيت للبنوتة حطيت لها وجاجو كده، وكمان كنت مثبتة ايديها وهي ماسكة القلب، وكنت مظبطة كمان وراهم عصيان كده فيها قلوب من عجينة السكر، وكان شكلها حلو جدا. وعايزة اقول لكم ان الحجم ده كان مقاس 12. هستنى بقى رأيكم تحت في التعليقات، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.